السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معي من جديد على قناتكم البساطه مع كريمه. سعيده بلقياكم من جديد. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في اتم الصحه والعافيه. الفيديو ديال اليوم غادي نحضر معكم فطائر مالحه او خبيزات معمرين كيجيو رائعين جدا بعجينه اقتصاديه، كذلك حشوه اللي لذيذه بزاف. وكنتمنى اخواتي تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم وانتقلوا باش نتعرفوا على المقادير وكذلك طريقه التحضير، فرجه ممتعه. بالنسبه للطريقه، اول حاجه غادي نحضر الحشوه ونخليها تبرد. هنايا خديت مقلاة اللي وضعت فيها القليل من زيت الزيتون او كذلك ممكن توضعوا زيت المائده. غادي نضيف هنا بصله كبيره مشلضه، كذلك فلفله خضراء وفلفله حمراء. المهم الحشوه اخواتي ديروا يعني المتوفر عندكم وبطبيعه الحال اللي كتفضلوا. هنا غادي نضيف كذلك القليل من الملح، ودائما الملح كيبقى على حسب الذوق. صافي اخواتي كنخلي هاد الخضار ديالي حتى تشحر مزيان. ممكن تضيفوا القرع الاخضر او تضيفوا كذلك الجزر. بالنسبه للحشوه ضيفوا اللي عندكم. هنا غادي نضيف صدر ديال الدجاج اللي طحنته في الهاشوار، يعني الكفته ديال الدجاج. ممكن تضيفوا اللحم المفروم او علبه ديال الطون. بالنسبه للحشوه ضيفوا المتوفر عندكم اخواتي. هنا غادي نضيف التوابل اللي عندي. ملعقه صغيره مع مرش من الكركم، كذلك ملعقه من الفلفل الاحمر، كذلك القليل من الابزار والقليل من السكينجبير. ثم ضفت هنايا القزبر والمعدنوس، كذلك ضفت البودره ديال الثوم. صافي نخلي الكل مزيان حتى يتشحروا. وفي الاخير غادي نضيف هنايا 3 ديال الجبن مثلثات. ممكن تضيفوه او الاستغناء عليه، ولكن كيعطي واحد التعليكه واحد اللذه اللي رائعه للحشوه. الحشوه كتجي معلكه ولذيذه بزاف. صافي هنايا الحشوه ديالنا يعني راها وجدت. غادي نطفي عليها النار ونخليها جانبا تبرد. كما كتلاحظوا يعني الحشوه كتجي معلكه بزاف. صافي هنا غادي نخليها جانبا وغادي ندوز هنا باش نحضر معكم العجين. اللي عندي هنايا كأس ونصف من الحليب الدافئ، ممكن تعويضه بالماء. كذلك غادي نضيف ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية، ثم القليل من الملح، كذلك ملعقة كبيرة من السكر حبيبات. صافي كنخلط هاد الخميرة مع الحليب مزيان. مكونات ديال العجينة ساهلة اخواتي. هنا غادي نضيف نصف كأس من زيت الزيتون. ممكن تضيفوا نصف كأس من زيت المائدة. انا صافي غادي نضيف الدقيق. الكميه اللي دخلت هنايا 4 ديال الكؤوس العبار بالكاس ديال العنبه، ما يعادل 400 غرام. المقادير مضبوطه اخواتي، غادي نخليها لكم في صندوق الوصف. ضروري تكون واحد العجينه اللي رطبه، ما تقصوش العجينه باش نتحصلوا على واحد الفطائر اللي يجيو خفاف. صافي هنا كندلكها واحد 2 دقائق. كما كتلاحظوا القوام ديال العجينه يعني راه واضح امامكم، ما تقصحوهاش بزاف، يعني عجينه كتلتصق في اليدين. صافي هنا غادي نغطيها ونخليها تختمر تقريبا 25 دقيقه. هنا من بعد ما اختمرت تضاعف الحجم ديالها. غادي نخرج منها داك الهواء اللي تكون فيها، وغادي نقسمها هنايا كويرات اللي يكون الحجم ديالهم متوسط بحال الشكل ديال المسمن. طبعا كندهن هنايا يدي بالزيت لان العجينه خفيفه نوعا ما. بالنسبه لهاد الكميه عطاتني 12 خبيزه، يعني تقريبا الحجم ديالهم يعني ماشي كبار بزاف وماشي صغار. وكما كتلاحظوا يعني العجينه ديالنا كلها فقاعات. هذا دليل على نجاح العجينه، واخا اننا ما دلكناها ما والو. كما كتلاحظوا
بالنسبه للحشوه ديالي يعني راها بردت المده الكافيه. هنا كذلك عندي الفرماج موتزاريلا محكوك. هنا خديت اللاطه اللي فرشت لها ورق الزبده، وعندي هنايا بالنسبه للزيتون اختياري. بالنسبه للطريقه اخواتي سهله. هنا كنبسط الكويره ديال العجينه ديالي، وكنوضع فيها تقريبا ملعقه من الحشوه. كذلك كنوضع الجبن. بالنسبه لهذا الجبن ممكن تضيفوه في الاول، عاد تضيفوا الحشوه، او تضيفوا الحشوه عاد تضيفوا الجبن، لكم الاختيار. وكنستمر اخواتي بنفس الطريقه اللي هي سهله وبسيطه. عجينه اللي اقتصاديه وكتجي اخواتي خفيفه ولذيذه. هاد الحشوه هذه سهله كما لاحظتوا معايا، ما فيهاش كثره المكونات. بالنسبه للخضر ضيفوا اخواتي الخضر اللي عندكم واللي كتفضلوا نتوما. هنا كنستمر بنفس الطريقه. هنا بالنسبه للزيتون كنوضع حبه في وسط دوك الخبيزات. يعني الطريقه واضحه امامكم. وصفه اللي سهله. وهاد الخبيزات ممكن تحضروهم للكوتي او العشاء، ترافقوهم مع حريره او شوربه ديال الخضر، لكم الاختيار. المهم انهم كيجيو لذاذ بزاف وخفاف، وفي نفس الوقت ساهلين وبساطين واقتصاديين. هذا هو الاهم، يعني تحضروهم بالمكونات اللي عندكم في المنزل. وكنستمر اخواتي بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه ديالي كامله. هنا من بعد ما كملت كما كتلاحظوا كنوضع حبه ديال الزيتون في وسط كل كويره. ممكن اخواتي الاستغناء على هاد الطريقه هذه، ممكن ديروا غير سمسم او جلجلان. هنا غادي نضيفوا ندهنهم بصفر بيضاء اللي ضفت له قطرات من الخل، ثم نرش عليهم القليل من الجلجلان. هنا غادي نخليهم واحد 5 دقائق او 6 دقائق. عاد غادي ندخلهم للفرن. طبعا الفرن نسخنه من قبل على 200 درجه. كندخل اللاطه ديالي كنوضعها في الوسط، النار من الاسفل والاعلى. كي ندخلهم نقص النار على 180 درجه. وكان هذا هو الشكل النهائي ديالهم بعد ما طابوا. فعلا اخواتي كيجيو رائعين، كيجيو محمرين لذاذين صراحه. عجينه اللي رائعه وناجحه، وحشوه كذلك اللي اقتصاديه، وكتعطيو يعني واحد الكميه اللي كثيره. كنتمنى من كل قلبي صراحه راه باقيين سخانين. هنايا غادي نقطع معكم بالموس لانه باقيين سخونين. كما كتلاحظوا كيجيو خاويين، ما فيهمش اللبابه لداخل، وخفاف في نفس الوقت. يعني صراحه كيستحقوا التجربه اكيد. الا جربتوهم غادي ينالوا الاعجاب ديالكم. كنتمنى اخواتي الا عجبكم هذا الفيديو توصلوا لاكبر عدد من اللايكات، وكذلك التعاليق ديالكم المحفزه. واللي مازال ما اشترك في القناه كنتمنى انه يشترك في القناه ويفعل زر التنبيهات باش يوصلكم كل ما هو جديد. الى اللقاء في الملتقى مع فيديو وصفه جديده. دمتم في رعايه الله والسلام.